السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة كميات. شرفتوني ونورتوني، خليكم معايا لاخر الفيديو عشان هنكتشف حاجات في الفيديو هتعجبكم وتنول اعجابكم ان شاء الله باذن الله. احنا النهارده هنعمل كبده الجملي في سمنه البلدي. اول حاجه معانا ربع كيلو كبده بلدي جملي، ومعانا معلقه سمنه بلدي، ومعانا ملح وفلفل. هو ده التتبيل بتاعنا. اول حاجه الكبده البلدي ما بتتغسلش، بتتحط في مصفى بس عشان تنزل كل السوائل اللي فيها، عشان ما تعملش زفاره. ولا ليمون ولا اي حاجه، هي كده بالظبط. تحطيها في مصفى تنزل كل السوائل اللي فيها. بس حطينا الملح والفلفل عليها، وبعد كده ابتدينا نسخن معلقه السمنه البلدي، حطيناها في الطاسه بتاعتنا. وابتدت ان هي تتقدح او تسخن. بعد كده هنبتدي ان احنا ننزل بالكبده. طبعا مش هنقلب الكبده اول ما ننزل بيها، هنستنى شويه عشان الكبده ما تفقدش السوائل بتاعتها. التقليب بيخلي الحاجه تفقد السوائل بتاعتها، بيخليها تعصر نفسها وتنزل كل السوائل اللي فيها. فاحنا هنا استنينا شويه، وبعد كده وزعناها كويس، وبعد كده قلبناها. اول ما بتاخد لون معانا تبتدي كل حته تاخد وضعها او تكش كده، ان هي تاخد وضعها. هي ما شاء الله ما كشتش يعني قوي. بعد كده هنبتدي ان احنا نقلبها. اول ما قلبناها كلها هنبتدي ان احنا نجيب غطا ونوطي شويه. بس طبعا بعد ما تاخد لون من الناحيه التانية. اول ما تاخد لون هنبتدي نعمل كده، نوطي اللي هي التوطيه او الوسطيه يعني. وبعد كده هنبتدي ان احنا نغطيها بغطا، علشان انا محتاجة ان هي تبقى مش ناشفة. ان الكبدة لو انت فضلتي فترة معرضاها للنار هتنشف منك وهتبقى بتشد، هتبقى مش بتتاكل. غير كده ان الكبدة الجملي بتحتاج سوا اكتر، فانا بضطر ان انا بغطيها شوية، وبعد كده بقفل عليها واسيبها. وقت ما اجي هقدم، يا دوبك بسخنها وبقدم. هنا احنا خلاص قلبناها وغطيناها، وهي خلاص هي ما شاء الله محتفظة بالسوائل اللي فيها. صراحة رائعة رائعة رائعة. ما بتبلش غير بملح وفلفل. يا رب يكون اللي انا بقدمه ليكم يكون عجبكم، تعملوا لي لايك واشتراك، لان فعلا فعلا محتاجة دعمكم ليا. بصوا ده الاخر بتاعها ما شاء الله ما شاء الله. وبعد كده هنحطها في طبق التقديم بتاعنا. عايزين تعملوا رز جنبها اعملوا، عايزين تعملوا مكرونه اعملوا. هي حاجه ممكن تاكلوها. العيش احلى حاجه في الدنيا، ان انتوا تاكلوها بالعيش. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. رائعه رائعه رائعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. ولو عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم ان شاء الله باذن الله كل جديد. كنتم مع قناة كميات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.